هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. رجعت لكم كنت انا بيت اهلي، هسه توني رجعت تقريبا الساعة بالخمسة العصر. راح اسوي وياكم العشاء وانظف البيت وياكم. هنا انا يمت ابني، راح ابلش حتى اشتغل وياكم براحتي. راح ابلش بيه اول شي انظف الغرفة، بعدين ابلش اسوي العشاء وابلش بالمطبخ. هنا جبت وصلة نقعتها وراح امسح بيها لانه المعطر مالت شو اسمه الملمع جامات مالتي خلصان. راح امسح الاخشاب بهذا الوصلة. هنا المراية مالتي نظيفة ما بيها شي، بس راح امسح هذني الاطراف مالتهن. يعني بس هذني الاطراف امسحهن، يعني ما مفرغة. وهذا ما يروح. أنا كل يوم أفرغه وأمسحه، اليوم قلت ما أفرغه. راح أمسح المراية هم، بس ما أقدر أطلع المراية. هنا مسحت المراية بوصلة منقعة، هسه جبت وصلة يابسة راح أمسح المراية. هنا هم هذني راح أفرغهن وأمسحهن. هنا عزلته بهيجي طريقة. الشرباية راح أعوفها لأن أخوي نايم عليها، فراح هسه أمسح القيعان وأروح للمطبخ. هنا راح أجيب هاي الطاسة وأحط بيها المي وحتى أمسح الغرفة، حتى الغرفة تصير ريحتها طيبة. فقط بهاي الطاسة راح أمسح الغرفة بيه. هنا راح أجلف الغرفة كلها. هنا مسحت الأرضيات، صار تلمع لمع، صار ريحتها كلش طيبة. هنا ابني حد هسه ما قاعد، مبردة ماكو، كهرباء مولدة، طاقين حار. هسه جيت للمطبخ، بروح على المطبخ. شو مسوي زوجي؟ قلب الدنيا. أنا كل ما أروح البيت اللي أرجع ألقى المطبخ ما يبين أصلا. شوفوا هنا لعد كومة وصاخة وأشياء. هنا حضرت كشمش وفستق وبازاليا حتى أسوي برياني. هنا راح أعزل الكاونتر. أول شي راح أشيل المواعين وأوديهن للشو اسمه للسينك. من الحر ما أعرف أحكي بعد. هنا زوجي طاش الفحم كله على الكاونتر. هسه راح أمسح الكاونتر كلش زين حتى أبلش أغسل الأرضيات وأسوي الأكل. اللي حضرتهن حتى أسوي البرياني. هاي هنا مسحته صار يلمع لمع. هنا أطلع لي الجدرية حتى أسوي بيه البرياني. هاي الجدرية اللي أسوي بيها يعني على قدنا، بس هي شوية كبيرة بس عادي لأن احنا نحب البرياني فهواية أسوي. هنا طلعت الدجاج من الفريزر، راح أنقعه وأخليه يموع حتى أسوي يعني ما راح أسوي كله أكيد، راح أسوي نصه. أنا دائما أحطه يعني أقسمه بالعلاليق، بس كان ما عندي علاليق فحطيته كله ببطن هذا. هسه افتح المي حار عليه أخليه يموع. هسه هنا راح أحط مي وأحط معطر. هذا المعطر كلش زين، ريحته كلش طيبة.
هنا راح امسح المطبخ، راح اطشه كله بالمطبخ وامسحه. هنا راح اجلب المطبخ. هنا راح امسح شوية قدامكم والباقي امسحه وحدي لانه ما دا اركز بالكاميرا وبايدي. هاي صار يلمع لمع. هنا حطيت مي راح اغسل المواعين فقط، هذني عندي. راح اغسل قدامكم حتى شوية اسوي لكم واهز تقوموا انتم هم تسوون شغلكم. لا وقع الماعون من ايدي. أنا من أشتغل قدامكم يصير لي واهس أكثر أسوي. يعني أي شخص أحسه يعني إذا عنده فيديو يسوي أو يباوع على فيديو يتحفز أكثر يقوم ينظف. هسه هنا راح أكمل وأرجع لكم لأن ما دا أقدر أسوي بإيد واحدة أبد. هنا خلصت الماعين خليتن كلن هنا. هسه راح أروح أترس مي، أترس ترمسها مي على ما هذني الماعين يبسن، بعدين ارجع اصفطن. هنا بعدني ما مخلصه، ابني قعد عندي هنا حليب شويه راح انطي له اياه على ما بس شويه يسكت. خطيه الكاميرا مطلعته ولا هو. ما ادري شلون تطلع. هنا راح اسوي له حليب بنات. انا قبل ابني كان عادي يشرب الحليب يعني عادي، هسه ما يشربه، اذا ما احط فيه شكر ما يشربه. ما ادري شنو السالفه وما ادري الشكر زين عليه ولا مو زين، اريدكم تنصحوني بهاي الشغله. هنا قلب الدنيا بعد ما يتحمل. هنا بلش يشرب الحليب. هنا هذا حطيته على النار راح اسده كمل شغلي وارجع له. هلو بنات، اليوم هنا ثاني يوم بالليل لانه ما قدرت اكمل لكم الفيديو لان الكهرباء طفت. الكهرباء مو طفت، اقصد الشحن مالتي خلاص. فما قدرت اكمل فنسيت. خلصت الاكل انا ما موبايلي شحن. هنا ثاني يوم راح هسه ابدل ابني قدامكم وهم معزل وياكم البيت. هنا مولدة كهرباء طافية من الحر، منزعته كل ملابسه. هنا راح اسبحه وابدله قدامكم. هنا سبحت ابني راح خلصته بس لبست الحفاضة. هسه راح ابدله قدامكم. هنا راح البس له هذني، راح البس له فد شي خفيف وراح البس هذا وياه. اذا شفت بارده شويه البس هذا، اذا ما شفت بارده راح اخليه هيجي. هذني اخفف شي عنده، الباقي كلهم تخينات احسن يعني مو مال هسه يلبسهن. هنا راح احط بوطره لجسمه. اني اهم شي عندي البوطره يعني اترس إله. هنا خلصته راح البسه فقط هذا، ذاك ما راح البس له اياه. هنا خليته مكانه وراح اسد عليه التول مالته واروح اكمل شغلي. هسه راح يرتاح لانه سبحته وشويه يعني جسمه برد. راح اعوفه هيجي واروح اكمل شغلي. وهنا بنات وصيت طلبيه مكمل غذائي لجسمي، هذا سبرولينا كلش يعني مفيد على الجسم. وصيته حتى انه جسمي كلش تعبان، كل شي يعني يعالج، مقوي. هسه افتح لكم اياه اشوف لكم شو اسمه مالته مسدود. ما اريد افتحه هسه لان اني حاليا دا ارضع ابني، فقلت منه فد شهر وانطي من يصير ابن عمر ابني 4 سنوات 4 اشهر. شوفوا يعني اني صدق دايخه. هاي هنا حمرة هم، هذا اشتريته ب95,000. هذا الحبوب حبوب سبرولينا. وهاي الحمرة
اشتريتها 21,000. بس شنو مو حمرة ضيم. شوفوا شكلها. يعني يعني يرطب الشفة كلش زين، وبيها فوائد هواية، مو مثل هاي الكيميائية العادية اللي عندنا. صراحة هاي أول مرة أني أجربها، راح أجربها وأشوف شنو راح تنطيني فرق. هنا هذا مشروب كاكوزي، هاي كلها من شركة واحدة DXN. هاي هنا هم DXN، وهاي هم الحمرة من DXN، بس ما مكتوبة، مكتوبة على الكارتون مالت الحمرة. هذا المشروب، هذا يصير بالبرف، كلش طيب. اني هو ينشرب حار، بس اني لا، احط بيه ثلج واشربه. هاي هنا هذا الطلبير وصيتين، وهذا سعره 25,000. وهاي اني كل منتجاتي من شركة DXN. شوفوا هاي كلها مختومة بهذا، يعني كلها منتجاتهم فد شي مو طبيعي. هاي DXN يعني ما بيها مواد كيميائية ابد، كلها مكملات غذائية. هذني قلت بعد خلي يصير عمر ابني فد 5 أشهر اشتري له. عندهم هم مثل السيرياك يقولون عليه، هم اشتري له اياه وانطي له اياه، هم من هاي الشركة. هاي هنا بنات راح انيم ابني. وهنا بنات وصلت وياكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. احبكم كلش هواية، ومع السلامة.